احذروا كل الحذر مع ولادكم الصغار. تعالوا نشوف الفيديو دوت مع بعض ونشوف البنت هتعمل ايه في اختها الصغيرة. زي ما احنا شايفين طبعا البيبي محطوطة على الارض، جت البنت اخته بتشيل الغطا، بتعمل اي حاجة هتحاول تشيله. بصوا بقى يا حاج، في واحدة تانية حضرتك على الأرض، في واحدة حضرتك نسيتها. لا حياة لمن تنادي. خدوا البيبي الصغير ونسيوا خالص إن في حد تاني. خلونا نتكلم بقى في المشكلة، إن معظم الأهالي أو معظم الناس بيسيبوا ولادهم الصغيرين مع ولادهم الصغيرين برضو اللي أصغر منهم، وطبعا ده بيبقى أكبر خطر. زي ما انتوا شفتوا البنت ما كانش هدفها وحش، البنت كانت عايزة، يعني البيبي كان بيعيط وهي كانت عايزة تشيله، لكن على قد تفكيرها وإدراكها، عشان ما فيش إدراك طبعا، عشان الفرق بينهم مش كبير، كانت بتشيله بالطريقة الغلط اللي كانت ممكن تؤدي لوفاته او كسر في العنق اي حاجه. وتبدا المشكله الثانيه اللي عايزه اتكلم فيها لحظه وصول الاب، ان هو عشان ياخد البنت الصغيره اللي هي البيبي، خد البيبي ونسي البنت الكبيره، مع ان هما الاثنين وقعوا على الارض، وساب البنت التانية على الارض بتعيط. وهنا دي المشكله التانية اللي احنا بنقول عليها، ان دايما حاولوا تخلوا بين الطفل الاول والطفل التاني على الاقل 4-5 سنين يكون في فرق بينهم، بحيث ان يبقوا عندهم ادراك، او الطفل الكبير يبقى عنده ادراك ان ده اخوه الصغير. ولان طبعا الطفل لما بيكون السن قريب من بعض بيحسوا بغيره شديده، مما يؤدي ان هم ممكن يأذوا اخواتهم من غير ما يقصدوا، على قد مخهم وعلى قد احساسهم ان الاب والام كل انشغالهم بالبيبي الصغير واهملوا الطفل الكبير. زي ما احنا شفنا كده في الفيديو، نسيوا الكبيرة مرمية على الارض وبتعيط، وخدوا البيبي بس عشان خاطر خايفين عليه وادوله كل الاهتمام. وده الطفل، يعني البنت الكبيرة اللي كانت على الارض، كل ده هيتخزن في عقلها وفي قلبها ومش هتقدر تنساه، يعني لان طبعا كل التفكير كان في البيبي الصغير. وهنا بتحصل مشاكل نفسية، مما تؤدي كمان ان الاخين بيكرهوا بعض، او الاخ الكبير يغير من الاخ الصغير، فبالتالي يكرهه وبالتالي يحاول يأذيه. علشان كده احذروا كل الحذر من ان انتوا تسيبوا البيبي الصغير مع اخوه الاكبر منه شوية. وتاني حذر ان انتوا تخلوا فيه فرق على الاقل 4 أو 5 سنين بين الطفل والتاني، عشان ما تبقوش ولا ظلمتوا البيبي الصغير ولا ظلمتوا الطفل الكبير لما بيحس ان هو مهمل، وان كل الاهتمام كله رايح للطفل الاصغر منه. تعالوا نشوف الفيديو دوت مع بعض ونشوف البنت هتعمل ايه في اختها الصغيرة. زي ما احنا شايفين طبعا البيبي محطوطة على الارض، جت البنت اخته بتشيل الغطا، بتعمل اي حاجة هتحاول تشيله. بصوا بقى يا حاج، في واحدة تانية حضرتك على الأرض، في واحدة حضرتك نسيتها. لا حياة لمن تنادي. خدوا البيبي الصغير ونسيوا خالص إن في حد تاني. معظم الأهالي أو معظم الناس بيسيبوا ولادهم الصغيرين مع ولادهم الصغيرين برضو اللي أصغر منهم، وطبعا ده بيبقى أكبر خطر. زي ما انتوا شفتوا البنت ما كانش هدفها وحش، البنت كانت عايزة، يعني البيبي كان بيعيط وهي كانت عايزة تشيله، لكن على قد تفكيرها وإدراكها، عشان ما فيش إدراك طبعا، عشان الفرق بينهم مش كبير، كانت بتشيله بالطريقة الغلط اللي كانت ممكن تؤدي لوفاته أو كسر في العنق اي حاجه.